أكثر سؤال يراودني ليش لما نفتح كيس البطاط نلقى فيه بطاط شوية والباقي فاضي. الحقيقة أن هذا سر القرمشة صدق. المساحة الفاضية عبارة عن غاز نيتروجين، والسبب تاكل عشان تطير لا تقشمر. وظيفته يحمي حبات البطاط من الأكسجين عشان ما تلين، وبنفس الوقت يشتغل مثل الايرباج عشان البطاط ما يتكسر. وانا اعرف ناس ما يبطلونه يبطونه. تدرون ان كيس البطاط اصلا اخترعوه من باب النذاله؟ شلون؟ في سنة 1853 في زبون غثيث في مطعم بنيويورك كان كل شوي يرجع البطاط ويقول هذا مو مقرمش، ليش هذا نفر مو زين؟ الطباخ عصب، قص البطاط انحف شيء وقلاه لغاية ما صار يابس. والمفاجأة الزبون استانس وانولد التشيس. تدرون ليش ما تقدرون تاكلون حبة واحدة بس؟ الشركات صممت التشيس بشكل اسمه فانيشينج كلورك دنسيتي، يعني الحبة تذوب بحلجك بسرعة فتعطي إشعار لمخك إنك ما أكلت شيء. دسم يا زين مخك شلون يفكر بس صدق. فيقول لك مخك زيد بعد، وتلاقي نفسك مخلص التشيس الكبير وانت تقول ما أكلت شيء. أنا بسألكم شنو نكهة التشيس اللي تحبونها؟ لا تقولي بطاطا بنكهة الدياي.